بزاف منكم كيلقاو مشكل ملي تيكون عندهم الضرب ديال عدد موجب في عدد سالب، ما كيعرفوش واش النتيجة تتكون موجبة ولا سالبة. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نعرفوا شنو غنكتبوا، واش زائد ولا ناقص. نمشيو للامثله. عندنا زائد جوج في ناقص خمسة. مزيان. دابا ملي تتكون عندنا شي عمليه بحال هكا، شنو كنديروا؟ اول خطوه كناخذوا الاعداد كنضربوهم مع بعضياتهم. عندنا هنايا زائد جوج وناقص خمسة، كناخذوا الاعداد. عندنا هنا جوج وخمسة، تنضربوهم مع بعضياتهم. جوج في خمسة، جوج في خمسة هي 10، كنكتبو 10. مزيان. ملي كنكتبو 10 ما كنعرفوش شنو الاشاره ديال هاد 10، واش زائد 10 ولا ناقص 10. الوغ شنو كنديرو زائد في ناقص، كنضربو الاشارات مع بعضياتهم. زائد في ناقص، زائد في ناقص ديما كتعطينا ناقص. باش تعقلوا عليها، الناقص كيغلب زائد. دونك كنكتبو ناقص 10. مزيان. نمشيو للمثال الثاني. زائد 3 في ناقص جوج. شنو هي الخطوة الأولى اللي قلنا؟ تنضربو الأعداد مع بعضياتهم. 3 في جوج، 3 في جوج هي 6، كنكتبو 6. مزيان. دابا ديك 6 ما كنعرفوهاش واش موجبة ولا سالبة، خصنا نمشيو نقلبو على الإشارة ديالها. الوغ شنو كنديرو ديك زائد ديال 3 في ناقص ديال جوج، هي زائد في ناقص. زائد في ناقص هي ناقص، ناقص كتغلب الزائد، اذا النتيجة هي ناقص 6. الا فهمتوا هاد جوج امثله غادي ديروا زائد في 10 في ناقص 4. مزيان. وما تنساوش ديروا لايك اند سبسكرايب وبارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم.